بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في ليسون 11 الدرس ال11 لو احنا ماشيين بالترتيب من أول السنة، أو ليسون 5 الدرس الخامس والأخير من منهج نوفمبر. يا ريت نعمل شير ولايك. نبدأ الدرس اسمه باسورد سيكيورتي. تمام، الباسوردات الآمنة. طيب، بيتابع الدرس اللي قبله على طول. reasons to protect your password. ايه هي اسباب بروتكت حماية باسورداتك؟ There are many ways that hackers، هناك طرق عديدة يستخدمها الناس الحرامية بتوع النت can get your password، ان هم يحصلوا على الباسورد بتاعك. One way is called phishing، واحدة منها اسمها التصيد. phishing يتصيد الباسورد بتاعك. phishing it's sending a message via email or social media، يروح باعت لك كده ايميل او باعت لك رساله خلاص على السوشيال ميديا، واتس، فيس، تليجرام، الكلام ده كله. applications that look real but تبدو انها حقيقيه ولكنها ليست كذلك. طيب ازاي برضو؟ smishing is the same as phishing. تمام، انواع التصيد هنشوفها دلوقتي. but a text message instead of an email. خلاص، حاجه اسمها سميشنج دي عباره عن رساله في الايميل، في الجيميل، في الايميلات بتاعتك، وليست في الواتس والحاجات دي كلها. طيب، طيب اوف فيشنج سكيم، بعض التصيد الاحتيال سكيم. a message that says، رساله تخبرك you have won a prize، فزت بجائزه كبيره but you have give your bank account detail to get the prize، ادينا حسابك في البنك عشان نحط فيه الفلوس. يبقى انت اللي هتديهم بايدك يا معلم الحساب بتاعك في البنك، وبالتالي بطريقه ما هيعرفوا يخشوا على الحساب ده، لان بيبقوا هم مجهزين كده فلاشه عليها مليار بالباسوردات بيجربوها كلها بسرعه فائقه على الحساب لغايه ما واحد فيهم يشبك او ما يشبكش، انت وحظك. a message that encourage you to act quickly، نوع اخر يحثك على التصرف بسرعه. دلوقتي حالا لو ما حطيتش رقم موبايلك راحت عليك جايزه ب 2000 جنيه، تروح حاطط موبايلك. تمام؟ طيب، what happens when you open attachment of phishing؟ ايه اللي يحصل لما تجيلك رساله على الواتساب فيها لينك وتضغط انت على اللينك ده؟ داتا ستيلينج سوفت وير، بيتم تثبيت برنامج يسرق بياناتك. تو انستول ان يور كمبيوتر، انت كده سطبت برنامج يسرق البيانات بتاعتك. يو ار اسكد ذا انتر سنسيتيف انفورميشن، بيطلب منك ادخال معلومات تعريف حساسه such as bank account detail، زي حسابك في البنك. اوكي، طبعا هو مش بيطلبه على طول، هو يقول لك اسمك ايه، عندك كام سنه، وفي الاخر خالص كده في النص كده من غير ما تحس حسابك في البنك كام، بس كده. how to identify phishing message، ازاي اعرف ان دي رساله تصيد اصلا؟ يعني الرساله دي اعرف ازاي انها مش حقيقيه وان الناس دي عايزه تاذيني؟ الرساله جات لي على الواتس او على الايميل، اعمل ايه؟ اولا includes misspelled words، بتحتوي على misspelled اخطاء املائيه ونحويه or grammar errors. تمام، يبقى اخطاء املائيه، اخطاء نحويه. it ask for too much personal data، عايزين بيانات كتير قوي عنك. تمام. password managers، عايزين بقى برنامج اداره كلمات المرور. it creates a strong unique password for each your account، بيعمل كلمه مرور قويه وفريده. قويه strong، unique فريده لكل حساب. في الواتس ليه كلمه مرور، والتليجرام ليه كلمه مرور، وحساب البنك ليه كلمه مرور، والموبايل ليه كلمه مرور. كل حاجه بستخدمها لها كلمه مرور تختلف عن الاخرى، وكلمه مرور قويه. it also tell you if the password you already have or too weak or if you have reused them. بيقول لك ان كانت كلمه المرور دي ضعيفه او كلمه المرور دي انت استخدمتها قبل كده ولا لا. it can even tell you، ده برنامج يعني تطبيق، tell you if one of your password has been stolen online. ايضا بيقول لك خلي بالك ان في واحد من الباسوردات ده اتسرق ولا لا. مين ده؟ ده البرنامج الجديد بتاع اداره كلمات المرور. طيب، multi factor authorizations MFA. الام اختصار مالتي،
الاف اختصار فاكتور، اوثنتيكيشنز اللي هي الايه، المصادقه متعدده العوامل، اللي هو مثلا لما تيجي تفتح الواتساب يطلب منك باسورد من على الكمبيوتر، او لما تيجي تفتح الايميل من على الكمبيوتر يطلب منك ان انت تدوس نعم او لا من على الموبايل بتاعك، فيبقى في لازم الجهازين معاك. وبالتالي لو الحرامي حاول يخش هيقول له بعد اذنك دوس لي نعم على الموبايل، لازم الحرامي يكون دخل وسرق موبايلك بقى عشان يدوس نعم، فمش هيعرف يخش. دي اسمها مصادقه متعدده العوامل، بتقوي كلمه المرور وبتبقى اكثر امانا. خلاص كده؟ طيب للباسورد او البن، تمام، وقال للايميل او الكود الايميل، بريد الكتروني او رمز لمره واحده. دي كده للحالات اللي هي نقدر بيها نامن الباسوردات بتاعتنا. نخش بقى على الاسئله دي. احنا كده حكينا الحدوته بتاعت الدرس. بعد ما حكينا الحدوته الاسئله نركز بقى فيها. خلاص مش مطلوب مني احفظ كلمات، انا مطلوب مني نحل الاسئله مع بعض وتحلها تاني لوحدك بعد الحلقه، ثم تنزل كتاب بني وتطبع الاسئله دي وتحلها لوحدك وتحتفظ بيها، هتجيب ال15 من 15. رجاء دوس لايك دلوقتي. طيب رقم 1 السندنج فيك مسج. طيب اول سؤال choose the correct answer. is sending a fake message رساله وهميه مسج via ايميل زي الايميلات او سوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. فيشنج، الفيشنج مسج اور ايميل. طب سميشنج مش ايميل مش فيسبوك، تكست مسج، يبقى سميشنج تكست مسج، فيشنج مسج بس او ايميل. اوكي طيب tell you if one of your password has been stolen. بيقول لك ان في واحد من باسورداتك اتسرق. مين ده؟ باسورد مانجر. اوكي one of the form، واحد من شكل A is arrival of message from unknown person asking you for your data to obtain prize. من الطرق بتاعتهم انه يجيب لك رسالة يقول لك بعد اذنك ابعت لنا البيان ده وهتكسب جائزة فورا. ده اسمه فيشنج، رسالة تصيد، نصب. طيب password can be strengthened using، ممكن تبقى قوية باستخدام ايه؟ باستخدام مالتي فاكتور اوثنتيكيشنز اللي هي المتعددة العوامل اللي بيبقى فيها جهازين. طيب a text message encourage، text message smishing. اوكي طيب when you open phishing file، لو انت بقى فتحت الملف بتاع الفيشنج ده ايه اللي بيحصل؟ ده ستيلينج سوفت وير از ايه؟ البيانات بتسرق ازاي؟ عن طريق ان تطبيق بيتثبت على جهازك، انستولد تطبيق بيتثبت على جهازك ويسرق بياناتك. طب provided at least two way، بيبقى في طريقتين two ways، يبقى multi factor authentication. هو ده اللي عبارة عن two way identify yourself علشان خاطر يقدر يخش على الايميل بتاعك. طب phishing message رسائل التصيد can be identified by containing، الرسائل التصيد دي بتحتوي على ايه؟ trusted information معلومات موثوق فيها، spelling error اخطاء املائيه spelling error. دايما رسائل التصيد بيبقى فيها اخطاء املائيه. an example of phishing receiving، من الامثله على رسائل التصيد from unknown person، ايه؟ من شخص غريب مش معروف. a letter from your father، جواب من باباك. a letter from one of your friends، جواب من احد اصدقائك. a letter informing you that you have won a prize، رساله من حد بيقول لك هتكسب جايزه حالا. هو ده الحرامي. طيب you will receive a code for a نقط when you log into a game website from a different PC. انت هتستلم كود على ايه لما هتيجي تدخل على اللعبة من جهاز غير الجهاز بتاعك؟ نعم هنا a short period of time. يبقى انت دلوقتي متعود تلعب اللعبة دي على الكمبيوتر ده، هتلعبها على كمبيوتر تاني هيبعت رسالة لمدة 20 ثانية، لو ما دوستش نعم يبقى مش انت اللي بتحاول تدخل على الحساب ده. اوكي طيب صح وغلط. فيشنج is one of ways the hacker use get your password. الفيشنج او التصيد ده من احدى الطرق اللي بيستخدموها الجماعه الحراميه الهاكرز دول عشان ياخد الباسوردات بتاعتك. صح. true. phishing message cannot be recognized، الرسائل التصيد دي cannot مش معروفه، recognized مش معروفه فعلا، انت ما تقدرش تعرفها. تمام بس لازم تركز عشان تعرف ان كانت تصيد ولا لا.
We don't need strong password. احنا مش عايزين باسوردات قوية. Protect our personal data لحماية بياناتنا. لا. We don't need. نيجي لرقم 3 بعد كده. We don't need. احنا مش محتاجين strong password to protect our personal data. مش محتاجين باسوردات قوية to protect عشان نحمي المعلومات الشخصية بتاعتنا. غلط طبعا. احنا عايزين باسوردات قوية. false. باسورد مانجر البرنامج اللي هو بيدير الباسوردات provides at least بيتكون من two way من طريقتين of identifying yourself علشان تتعرف على نفسك او باسوردك. لا التو ways دي اسمها ايه؟ اهي multi factor authentication. اوكي لكن دي لا غلط. طيب الفيشنج خلاص. الفيشنج is a text message قلنا لا دي اسمها سميشنج. سميشنج هي اللي تكست مسج. خلاص. طيب فيشنج مسج are free from grammar errors خالية من الأخطاء النحوية. لا فيها أخطاء نحوية. ال MFA abbreviation اختصار ل multi M factor F authentication A يبقى MFA صح. تمام. طب بعد كده smishing is sending scheme message. السميشنج مسج via text message instead of an email. صح. يبقى مكان instead يعني بدلا من الايميل بيبعت text message. صح. طب data stealing سرقة السوفت وير. سرقة او البرامج اللي هي بتسرق البيانات. تمام. ask you enter your bank account detail بتطلب منك ان انت تدخل بيانات حسابك البنكي. طيب انتي فيروس can tell you الانتي فيروس او مضاد الفيروسات هيخبرك your passwords has been stolen online لو كانت الباسوردات بتاعتك اتسرقت عن طريق النت ولا لا. لا مش هو ده. امال مين ده؟ اللي هو برامج الباسوردات برنامج الباسوردات. طب a form of phishing is message telling you that you have won prize but you have to give personal detail. الشكل من اشكال التصيد الاحتيالي ان رساله بتجيلك بتقولك ان انت فزت بس ابعت لنا بعض البيانات. دي رساله فعلا صوره من صور التصيد الاحتيالي. طيب الباسورد مانجر برنامج الباسوردات سوفت وير از يوزد تو كرييت سترونج باسورد برنامج بيستخدم لعمل باسوردات قويه. صح. سؤال مهم وهيجي لك ان شاء الله السنه دي. طب باسورد مانجر البرنامج بتاع باسوردات اداره الباسوردات creates an weak password of each for your account بيعمل باسورد لكل برنامج انت داخل فيه. صح. فريد weak يعني فريد. تمام. multi factor authentication البرنامج اللي هو multi factor authentication اللي هو الثنائي. request one way بيطلب طريقة واحدة للتعريف عن نفسك. لا two way طريقتين. طيب آخر حاجة أكمل. ايه هي help you create strong password؟ password manager. تمام. ايه هي بيتكون من two ways identifying yourself عشان تتعرف على نفسك. المالتي فاكتور authentication. طب sending message via ايميل او مسج يبقى اسمه ايه؟ phishing. طب مسج او تكست مسج smishing. اوكي. يمكن اخر 4 اسئله دول اهم 4 اسئله في الحصه. يا ريت تدوس لايك حالا دلوقتي. يا ريت نعمل شير ولايك. خلصنا كده منهج نوفمبر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله هننزل مراجعه قويه مش هيخرج منها الامتحان. مع السلامه.